وادي العيون قد يبدو بنظر الذين يسكنون فيه مألوفا، وبعض الأحيان لا يثير تساؤلات كبيرة، لأن هؤلاء تعودوا أن يروا أشجار النخيل تملأ الوادي، وتعودوا أن يروا الينابيع تتفجر في أمكنة عديدة خلال فصل الشتاء ثم بداية الربيع، إلا أنهم رغم العادة يحسون أن قدرة مباركة هي التي ترعاهم وتيسر لهم الحياة. أما إذا جاءت القوافل وقد جللتها أكوام الغبار وهدها التعب والعطش، وأخذت تجد في السير خاصة في المرحلة الأخيرة لتصل إلى وادي العيون بأسرع وقت، فكانت القافلة كلها تمتلئ نشوة أقرب إلى الرعونة، لكنها لا تلبث أن تسيطر على اندفاعها حين ترى الماء، متذرعة بحجة أن الذي خلق الدنيا والبشر خلق في نفس الوقت وادي العيون في هذا المكان بالذات ليكون إنقاذا من ماذا؟ إنقاذا من الموت في هذه الصحراء الغادرة الملعونة. اش كيعاود نبيل؟ زيد اسمع شوية. التيه، الجزء الأول من خماسية مدن الملح. مدن الملح هي رواية عبد الرحمن منيف الكاتب الكبير السعودي، الرواية التي تتحدث عن الانقلاب الكبير نتيجة اكتشاف النفط، الثروة المفاجئة، وبداية رحيل سكان الواحات، والشروع في بناء مدن الحديد والإسمنت، ثم تدفق الحالمين بالثروة والصراع على المال والسلطة. هذا الجزء من الرواية يرصد أهم التحولات في بلدان النفط العربية، مازجا الواقع بالخيال من أجل تقديم صورة لما جرى وما يحتمل أن يقع، وكيف تتصادم الإرادات وتتواجه القوى لتبدأ بعد ذلك الأسئلة والتوقعات. وسؤالي أنا، انت السعودي اللي كتجي تصور في المغرب وتمشي للأندلس وتأفق وتبقى تكذب، ها هو ولد بلادك كيعاود بديتو غير من الصحراء والواحات، كنتو عايشين في الخيام وفي الصحراء وفي القوافل، ما كاين حتى شي حضاره ديال المعمار، فاش تجيو تكذب علينا حنايا وتبغي تاخذ الحضاره ديال الانسان المغربي العربي الامازيغي وتقول بانها جات من عندك من السعوديه، فانت مخطئ وافاق وكذاب ولعنه الله عليك.